طنجة. مجلة أثيرية تعيش معكم تفاصيل الحياة اليومية على أثير إذاعة طنجة، الإذاعة الأقرب إليكم. أجمل التحية لكل المستمعين والمستمعات ضمن أولى فقرتنا اللي غادي نسهلوها بدردشة مع الفنان الملحن الموزع موسيقي ومنتج سي بوعريب عبد الرزاق. مرحبا بك سي بوعريب، أهلا وسهلا. مرحبا أخت عزيزة. أهلا وسهلا. مرحبا. نعم، تحياتي واهلا وسهلا. اذا سي بوعريب، ماذا بينا نقربوا الساده المستمعين من التجربه ديالك الفنيه في المجال، كيفاش بدا الاهتمام ديالك بالفن باللحن وكذلك بالموسيقى بصفه عامه. اكيد مادام انك انت موزع ومنتج كذلك وعازف على عده الات وخاصه آلة الأورج، اكيد تلقيتي ربما تعليم اكاديمي في المجال قبل. نعم، في أول مرحبا بالأخت عزيزة الأخت قديرة، صحف الإعلامية قديرة، ولإذاعة طنجة ولجميع طاقمها المتميزين. وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة في هذا البرنامج الشيق. مرحبا هنا. مرحبا. كانت بدايتي الفنية يعني في 1992 بديت في الأول في كعازف أورج هاوي. نعم. اشتغلت مع عدة فرق موسيقية في حفلات والأعراس ومهرجانات. وفي مطلع 2004 تم لقائي بالملحن المرحوم عبد الله الجويري، وهو محافظ الجوق الملكي. وهذا الأخير اكتشف موهبتي في مجال التوزيع والتلحين، ومعه تعرفت على شعراء مبدعين كالشاعر الغنائي محمد الوسطى اللي أشتغل معه حاليا. نعم. وذلك من خلال مشاركتي كعازف أورج مع أفراد الذوق الوطني للإذاعة والتلفزة التي كان يترأسها الأستاذ عبد العاطي أماننا. وبعد ذلك جاء الأستاذ شكيب العاصمي، حيث قمت بتسجيل عدة قطع غنائية مع أفراد الذوق. وفي سنة 2005 سافرت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مهرجان المنظم من طرف وزارة السياحة. كان مدته شهرين تقريبا، ثم إلى قطر والبحرين بعد ذلك. وبعد ذلك دخلت إلى مجال التلحين بشكل رسمي. وفي سنة 2011 بالضبط شاركت في مهرجان الدولي لأغنية الطفل التربوية بنشيد الديك، وحرزت فيه على الجائزة الأولى، وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد المصطفى ولحن عبد الرزاق ضارب، وغناء مجموعة من مجموعة أطفال. نعم. إذا في مجال اللحن سي عبد الرزاق، كيفاش دخلتي المجال التلحين؟ وأكيد بتجربة بالدربة بالممارسة، كيفاش جات التجربة هذه؟ لقد ذكرت في مجال التلحين يعني. نعم. كنت أساعد الملحن عبد الله الجويري، أنا كان ملحن، كنت أساعده في ألحانه يعني في التوزيع. نعم. في التوزيع. هنا بدأت اكتشفت أسرار التلحين وأسرار التوزيع في المجال الموسيقي. هنا انطلق مشواري في مجال التلحين. نعم. إذن وهذه التجربة اللي خضتيها في مثلا في الشرق في الإمارات ولا دولة قطر الخليج بصفة عامة، شنو القيمة المضافة اللي زادتك التجربة ديالك؟ في الحقيقة قيمة مضافة أنك اكتشفتي يعني تطورت في هذا المجال الفني. يعني الإنسان ملي يحتك يتطور، تزيد يعرف أشياء كثيرة في هذا المجال. إذا تزادت لك كان ربما كاينه واحد اللمسة فنية في المجال الشرقية
في الاعمال ديالك. نعم. بالطبع. بالطبع، حيث انا في المجال ديالي في اللحن، يعني ألحن أغاني الأطفال، ألحن الشبابي، ألحن العصري المغربي، يعني عندي أشكال مختلفة. ولكن فين كتوجد ذاتك سي بوعريب؟ أي مجال؟ في الحقيقة في مجال الأغنية المغربية. نعم. لأن تربيت مع الرواد. أكيد أنت عبد العاطي أمنا وكذلك شكيب العاصمي. نعم. وخاصة أنك اشتغلتي مع أفراد الجوق الوطني كيف ما شرتي. نعم، احتكيتي بهم. نعم. إذن إلى حاولنا نحصيو الرصيد ديالك الغنائي سي بوعريب لحد الآن، واللي طبعا أكيد أن كنوجدوا الأعمال ديالك في الخزانة الوطني للإذاعة والتلفزة. تقريبا عندي ما يفوق 120 أغنية في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وأزيد من 40 قطعة في الخزانة الوطنية للإذاعة. نعم. إذن شوقتنا سي عبد الرزاق بوعريب نستمعوا إحدى هاد الأغاني ديالك اللي لحنتيها، وشنو رأيك نستمعوا لأفراح الصباح ونشنفوا بها السادة المستمعين؟ هذه اقتراح على صباحي. نعم. إذن هذه الأغنية الصباحية، هذه الأغنية كلمات محمد الوصاف واللحن ديالك وغناء المطرب الزغداني. هذا المطرب شاب. نعم، محمد الزغداني. محمد الزغداني يعني باقي يعني مطرب جديد. نعم، إذن شاب من الشب. نعم. نعم، ربما حتى هو عنده عدة أغاني وكيتعامل مع الملحنين. نعم. أظن أنا أول ملحن يتعامل معه. نعم. إذن هذه كتعطي فرصة للشباب باش يذوقوا الفن الأصيل الراقي. نعم سي بوعريب. بالطبع. فأنا شاب وأحب الشباب والشباب في القلب. سي بوعريب الانسان دائما كيبقى شاب مهما بلغ من العمر. اكيد الشباب كيتقاس بالعطاء، بالعمل، بالاجتهاد. نعم. اذا نخليو الساده المستمعين يستمعوا لهذه الاغنيه، نسمعوا لها كاملين. فرجت يا الدحات تخش بالجبال والبطاح، لنسامو للحالف وحا فرحان أفراح الصباح. يا الدحات تخش بالجبال والبطاح، لنسامو للحالف وحا فرحان أفراح الصباح. الشمس الفار يا محلاها نورها السهول، عروسة جمالها وتها صوب عشاق القبول. سبحان خلقها وشها جعلها تحضر القبول. خلقها وشها جعلها تحضر القبول. لعبت كف عشقها في الدنيا عالبطول، شعاع رسم ابتسام على وجوه الأزهار. لعبت كف عشقها في الدنيا عالبطول، شعاع رسم ابتسام على وجوه الأزهار. عطا من عنده يا سلام رونق التراب والأحجار، اسمها زاهي بليام نور الأبصار. زاد الطبيعة إلهام سعيد محاسن النهار. زاد الطبيعة إلهام سعيد محاسن النهار.
جدد تحت ترحب بكل الساده المستمعات وكذلك بالفنان بوعريب عبد الرزاق. مرحبا بك مجددا سي بوعريب. اذا سمعنا هذه الاغنيه الجميله حول افراح الصباح لمحمد زغداني من تلحين ديالك. اذا شي تعليق بسيط على هذه الاغنيه، كيفاش المناسبه، كيفاش جات خرجت للوجود؟ هذه الاغنيه كنت أحاور مع الشاعر الغنائي محمد الوصاف لأننا اشتغلنا كثير أعمال كثيرة في مواضيع كثيرة وطرحت على موضوع الصباح. نعم. هذه الفكرة الأغنية. نعم. والأغنية من كلمات محمد الوصاف. نعم. نعم شاعر غنائي. نعم. إذا أكيد تعاملتي مع عدة ربما وجوه فنية اللي انطلقتي بخلالها في المجال ديال اللحن، خاصة الأغنية اللي غادي نسمعوها موالية ديال صدفة. أكيد صدفة هي من كلمة الشاعر الغنائي كذلك أحمد رمزي. إذا في كل أغنية كتحاول تنوع شوية في الوجوه. نعم. بالطبع أختي عزيزة، بالطبع. تعاملت مع شعراء كثيرين. نعم. كثيرين جدا، منهم المرحوم الوادي فؤاد، عمر سوزاني. نعم. أحمد رمزي، الشاعرة نزهة الخصيمي، الشاعرة سعاد بيقا، يعني أكثر سعاد دينار، أكثر كثيرين. نعم. إذا هذه الأغنية ديال اللي غنسمعوها الموالية صدفة هي نعم التلحين ديالك وكذلك صدفة تلاقينا على شط الرقراق. نعم. موضوع عاطفي. نعم. هي الغناء رشيد عبدون. رشيد عبدون. هذا الفنان توا من فنان الشباب اللي هذا الفنان من التلاميذ ديال عبد الهادي بالخياط، لأنه ما شاء الله. نعم. يروم ولا عبد الهادي بالخياط. نعم. إذن هو عبد الهادي بالخياط والقدوة ديالو. نعم. إذن نستمعوا لها إلا سمحتي سي عبد الرزاق.
بصدق الإحساس حكيتي عن حياتك قلتي كتير يا أغلى الناس وإحنا بجوج على شطي رخراء كلمتك عن حياتي وعبرت بصدق الإحساس وحكيتي عن حياتي وقلتي كتير يا أغلى الناس كان أجمل يوم على شرطي رقراء هنا طنجة. كنجدد تحت ترحب بكل الساده المستمعين والمستمعات، وكنجدد تحيه بسي عبد الرزاق بوعريب الفنان الملحن المتألق. سمعنا الاغنيه الجميله ديال صدفه اللي اداها رشيد. نعم عبدون. نعم، هو من صوت رائع. كاين واحد اللمسه ديال الفنان الراقي ديالنا عبد الهادي بالخير اللي توفى عمره. نعم اذا نعم اذا رصيد ما شاء الله معامر الريبرتوار كيف ما شرتي وصل لاكثر من 120 اغنيه اللي كلها بمسجلة بالمكتب المغربي لحقوق التأليف، و40 أغنية بالخزانة الوطنية. أكيد غير بالنسبة للمواضيع اللي ربما اللي كتحب باش تلحن فيها، أكيد كاين هناك انتقاء في الذوق. راه ما الإنسان ربما ما كيقومش بأعمال غير هكاك، ولكن كاين هناك ربما واحد الذوق اللي بخلاله يمكن لك تتعامل مع اي فنان ولا اي. نعم اذن الشروط السي عبد الرزاق. نعم سي بوعريب مازال معنا. نعم للاسف افتقدنا الصوت ديال سي بوعريب عبد الرزاق. نعاودوا مع الاتصال قبل ما ندرجوا الاغنيه المواليه الاخيره اللي غادي نوعي بها السي عبد الرزاق، اللي كتعلق بأغنية دينية هو الله، اللي هي من كلماته وتوزيعه وألحانه وغناء المطرب يونس العسولي. نعم إذا عودة مجدة لضيفنا الكريم سي بوعريب عبد الرزاق، مرحبا بك. نعم سي بوعريب افتك. نعم إذا الرصيد الغني أكيد تعاملتي مع الفنانة كتار ولكن في مواضيع مختلفة. وهذه الأغنية المولي غادي نستمعوا لها اللي هي أغنية ربما دينية هو الله،
من كلمات كلماتي تاعي كلماتي. كلماتك. اذا انت كدير التلحين والكلمات. والله هذه اول تجربه في كلمات، ما كنكتبش، ولكن هذه اللي والله كانت تجربه، لان كنت غادي وتنشوف السماء تتبان ليا وجات لحظه في يدك والله وبقاو تينزلوا بقيت ما شاء الله. نعم. إذا أنت بوليفالون، كتتمرس التلحين والكلمات وكذلك التوزيع. نعم. إذا هي بصوت صوت يونس العسولي. نعم. إذا أكيد مواضيع مختلفة، وتعاملتي مع فنانة كتار، والرصيد ما شاء الله غني. والجديد ديالك سي المعرب عبد الرزاق، قبل ما نسمعوا الأغنية الموالية. نعم. جديد غنائي. نعم. عندي أغنية الأم. جوج أغنيات، واحدة بطابع عصري وحده بطابع شبابي. نعم. ومن كلمات محمد الوسطى، باقي ما كملتهمش. نعم. إذا أكيد هذه الأغنية غادي إن شاء الله غنسمعوا لها حصريا على إذاعة طنجة مستقبلا، وكتمنى لك مسيرة موفقة. واكيد غير بالنسبه بين قوسين انك استاذ ديال الموسيقى ديال الاورغ اظن. كان عندي ديكور بريفي، مدارس خصوصيه. نعم. اذا كتحاول هذا الفن تنقلوا الاجيال عبر. نعم. بالطبع اختي عزيز. نعم. اذا غادي نخليو المستمعين الكرام يشوفوا اسمعهم بهذه الاغنيه اللي هي من كلمات لحانك طبعا، اللي غادي يغنيها لنا سي يونس العسولي. وكنشكر كثير على هذا الحي الزمن اللي قضيناه مع بعضنا في هذا النهار هذا اللي افتتحنا به هذه المجله الاثيريه. شكرا لك جزيلا سي عبد الرزاق بوعري، تحياتي. شكرا لك اختي. خالق الإنسان في هذه الأكوان، من هو خالق الجبال والبحار، هو الله. من هو مالئ الصدور والأنهار، هو الغفور المنان، هو الله. الحميد الجبار، هو الله. من هو ذو الجلال والإكرام، هو الله. هو الله. من هو الحي الذي لا ينام، هو الله. الرحيم بالعباد، هو الله. هو الله. أشكر الله، أشكر الله، أشكر الله. وقل سبحان الله، وقل سبحان الله، وقل سبحان الله.